السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا انتشر مصطلح المساكنة من فترة وحصلت ضجة كبيرة جدًا عليه، وأصبح الآن يعني باقعد مع ناس كتير بيقولوا إن الموضوع بقى ظاهرة في الأفلام والمسلسلات، نادرًا ما تلاقي فيلم أو مسلسل بيعدّي عليك إلا وفيه مساكنة، إن ولد وبنت عايشين مع بعض في مكان واحد، وده بيحاول إن هو يطلّع جيل من الأجيال اللي شايف إن ده طبيعي وعادي جدًا، وأنا باتفرّج على الحاجات دي مع بابا في السينما أو مع ماما في البيت في المسلسلات، وممكن هنلاقي كمان جزء من الموضوع ده بيحصل في شهر رمضان. إحنا لازم نبُص للموضوع ده نظرة إن هذا ضد الدين وضد القيم اللي إحنا اتربينا عليها، سواء كان قيم دينية أو قيم أسرية عايشين بيها في مصر. هذه المساكنة حرام شرعًا، هذه المساكنة زنا والعياذ بالله. لازم نوعّي الأولاد والبنات، ولمّا نلاقي المسلسلات بتركّز على حاجة زي كده أو الأفلام فيها حاجة زي كده، نمنع ولادنا وبناتنا إن هم يتفرّجوا عليها. وبعدين برضه إحنا عايزين يبقى في رقابة على الأفلام والمسلسلات اللي بتُعرض في مصر، زي ما إحنا شايفين المجلس الأعلى للإعلام دلوقتي بياخد خطوات وبيقنّن حاجات كتير جدًا، وبيضع حدود وضوابط لحاجات إحنا ما كناش راضيين عنها. كمان بنحاول نوجّهه إن هو ينظُر إلى الأفلام والمسلسلات، وإن يكون في رقابة على ما يُعرض على الناس في هذه الأيام، علشان ده هيطلّع جيل للأسف بيؤمن بحاجات ضد القيم الدينية وضد القيم الاجتماعية، وهيسبب لنا مشكلة كبيرة جدًا.